الدورات الرمضانية حلال ولا حرام؟ خليك معايا وانت هتفهم كل حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. زي ما وعدت حضراتكم النهاردة حلقة استثنائية جدا، لأن هي مش هتكون حلقة رياضية كالمعتاد، ولكن هتكون حلقة بمناسبة الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين، أعداء الله عليكم بالخير واليمن والبركات. معايا ضيوف استثنائيين، ضيوف قيمة وقامة، علماء من علماء المسلمين. الشيخ ليسي قيمة وقامة داخل أرقشندة وداخل سنهرة وداخل القليوبية. ومعايا برضو الشيخ عمار، الشاب المجتهد بإذن الله هيكون خليفة من خلفاء الشيخ ليسي إن شاء الله في العلم وفي الأخلاق وفي الأدب. فوقنا ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أهلا بحضرتك يا شيخ ليسي معانا اهلا بك ونورتنا. يا استاذ عبد الله، واهلا باهل سنهرة الكرام اللي لهم في قلبي كل معزه وكل حب وكل تقدير، وربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. آمين يا رب العالمين. أهلا بك يا شيخ عمار. الله يكرمك يا استاذ عبد الله، والله انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك، وسعيد طبعا بوجود ربنا يعزك يا عم. سيدنا ربنا يعزك يا الشيخ ليسي. فربنا يعني يجعلنا ضيوف خفاف على مشاهدينك ومتابعينك، ان شاء الله تبقى حلقه لطيفه ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طبعا في البداية خير الكلام كلام الله عز وجل. نبتدي ببعض الآيات المباركة من الشيخ عمار بإذن الله. اتفضل يا شيخ عمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ربنا يفتح عليك. ربنا يفتح عليك. في البداية طبعا يا شيخ ليسي، حضرتك قبل ما تكون عالم من علماء المسلمين، حضرتك كنت دايما حسن الأخ وحسن الأب. الله يبارك لك. بأمانة عمر في حياتنا ما احتاجناك في شيء وتخاذلت عننا. ربنا يبارك لك. كنت نعمة الأخ بأمانة، ودي حاجة تشجعني إن أنا أتشرف بيك في حلقة في الأيام المباركة دي. تحت امرك يا حبيبي. عشان كده في حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، في مواضيع كتير عايزين نتكلم فيها. في البداية حضرتك شرفتنا في سنهرة فترة من الزمن، فترة مش بالقليلة. عايزين نعرف أهم ما يميز الفترة دي بالنسبة لك، لأن أهم ما يميزها بالنسبة لنا إحنا هو وجود حضرتك. ربنا يبارك لك. إنما عايزين نعرف أهم ما يميز الفترة دي بالنسبة للشيخ ليسي، تمام وإيه مشكلة الفترة دي بالنسبة للشيخ ليسي، تمام إيه الإيجابيات والسلبيات بالنسبة لفترة الشيخ ليسي في سنهرة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بداية يا أستاذ عبد الله، الفترة اللي أنا قضيتها في سنهرة من أفضل وأحب السنين اللي مرت عليا في عمري كله. تمام. يعني أهل سنهرة والله أحمل لهم من الفضل. كانوا بيعاملوني كالابن وكالأخ وكالأب بالنسبة للصغير السن منهم. فوالله وجدت منهم حفاوة لم أعهدها في تاريخ عملي في وزارة الأوقاف اللي يزيد عن 23 سنة. فأهل سنهرة من الناس اللي بتمتاز بحب الدين وحب العلم، لدرجة إن أنت لما كنت تقعد في درس من الدروس المسجد ما شاء الله كان يمتلئ. لما كنا بنعمل مثلا أمسية من الأمسيات المسجد ما شاء الله ممتلئ.
لما كنت بتخطب او تلقي درس علم، من نظرات الناس واهتمام الناس بتحس فعلا قد ايه الناس دي محبه، وقد ايه الناس دي عايزه. بخلاف مثلا اماكن تانية بتطلع بتلاقي الناس متخاذله، الناس مش عايزه تسمع، الناس جايه تقضيه اوامر. سنهره خلاف كده خالص، من البلاد فعلا المشهوره بحب الدين وحب العلم، ودي شهاده اشهد بها اهل هذه البلده الكريمه. وفعلا قضيت عمري او ما يزيد عن 8 سنين من احلى ايام عمري في سنهره. ربنا يبارك لك. واحنا كلنا طبعا شيخ ليسي نشهد بالكلام ده، ونشهد ان حضرتك من الناس اللي عملت طفره في مسجد الأربعين، وهذا لا يقلل ابدا من الناس الموجوده حاليا. ولكن بصراحه قلوبنا اتعلقت بيك لدرجه ان احنا كلنا زعلنا لما حضرتك مشيت، كلنا بالاجماع. اول مره يمكن مسجد الأربعين جاله ناس كتير يا شيخ عمار في الفتره اللي فاتت، على مدار الزمن دايما بيجي ناس وبيمشي ناس، لكن اكتر شخص انا لاحظت ان الناس زعلانه عليه كان الشيخ ليسي، ان هو مشي. وكلنا بنتمنى ان حضرتك ترجع لنا تاني، حتى لو مش على مسجد الأربعين، ولكن نتمنى دايما ان احنا نشوفك ونسمع عنك سمع خير. ناس كتير مستغربه، يمكن انا محتوى رياضي، ودايما بعمل لقاءات مع لعيبه كوره وعن الكوره وعن الاهلي والزمالك والكلام اللي حضرتك عارفه. هنقوم نلعب دلوقتي. ولكن الفكره هنا ان انا عايز اعرف، هل للدين علاقه بالرياضه؟ اكيد. وان وجدت فما هي علاقة الدين بالرياضة؟ تمام. حضرتك بقى اللي تقول لنا على الموضوع ده. طب تمام. في البداية طبعا يا أستاذ عبد الله، كما نعلم جميعا إن دين الإسلام دين شامل. نعم. دين شامل، وأراد التميز والريادة للمسلم في جميع أمور الحياة. أكيد. يعني الإسلام مش عايز منك إن أنت تكون متميز في الطاعة والإيمان فقط، لكن انت عايزك متميز في طاعتك، في علاقتك مع ربنا، في علاقتك مع الناس، في قوتك البدنية. تمام. في صحتك، في حياتك، عايز يحقق لك السعادة من جميع الأمور. فمن ضمن الجوانب اللي اهتم بها الإسلام الجانب البدني. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. وسيدنا النبي لم يقتصر جانب من جوانب القوة، ولكن خلاها كلمة عامة لكي تشمل جميع. المؤمن القوي في دينه، وفي علاقته مع ربنا، وفي عقيدته، وفي إخلاصه بالله عز وجل، وفي علاقته بالناس. والمؤمن القوي في بدنه، القوي في جسده، القوي في كل أمر من أمور حياته. فالقوة ليست مقتصرة على قوة الإيمان، ولكن قوة البدن أيضا. وأكد على ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان بيحث الصحابة على أنهم يعتنوا بأجسادهم ويهتموا بالجانب البدني في حياتهم. لما نرجع بقى بالتاريخ وسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مر على رجل يسمى ركانة ابن عبد يزيد، كان يرعى غنما لأبيه، وسيدنا النبي كان بيرعى غنم أبو طالب عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال لركانة، وركانة ده على فكرة كان مشهور بشدته، كان لا يصرعه أحد إلا صرعه، وركانة يتغلب عليه ينتصر عليه. فسيدنا النبي يقول أتصارعني يا ركانة؟ فقال له ركانة أنت، يستقل يعني أنت مش عارف أنا مين، أنت بتكلم مين أنت؟ فقال له نعم أنا أصارعه. فقال على ماذا تصارعني؟ على ماذا؟ قال من يسبق أو من ينتصر يأخذ شاة من الآخر، اللي يتغلب يدي للتاني إيه؟ شاة. فقال له نعم. يقول ركانة فصارعته فصرعني، سيدنا النبي تغلب عليه، فأعطيته إيه؟ شاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصارعني للمرة الثانية؟ فطبعا ركانة عايز يسأر لنفسه، عايز. فقال له على ماذا؟ قال له على شاة. قال له يلا. يقول ركانة فصارعته فصرعني، برضه تغلب ايه؟ علي. فقال للمرة الثالثة أتصارعني؟ فقال له على ماذا؟ قال له على شاة. فقال فصارعته فصرعني للمرة الايه؟ الثالثة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى على وجهه آثار الحزن والتأثر، فقال له يا ركانة أتصارعني؟ قال أما للرابعة فلا، كفاية كده، أنت غلبتني كتير فكفاية. فقال له يا ركانة لماذا حزنت ورأيت أثر الغضب على وجهك؟ قال له حزنت لشيئين، الأولى على الشياه، فماذا أقول لأبي لما يسألني عن 3 شياه اللي ناقصين، هقول له إيه؟
وأما الثانية فلأني كنت أظن أنني أقوى قريش ولا يصرعني أحد، فجئت أنت يا محمد فصرعتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما عن الشياه فهي لك، خذها. ولم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الشياه فخذها. يقول ركانة: فتأكدت ودخل في قرارة نفسي أن محمدا ما صرعني بقوته، ولكن بقوة خارقة فوقي وفوق محمد وفوق الجميع. وكانت سببا في إسلام ركانة بعد ذلك أنه دخل في دين الله عز وجل. انظر إلى القوة البدنية وكيف كان يدعمها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان في مواقف كثيرة يمر على الصحابة وهم يتبارون ويتسابقون في حمل صخرة كبيرة، حجارة كبيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويشاهدهم ويشجعهم على ما يفعلون، يشوف مين اللي هيشيل الحجارة الثقيلة ديت من التاني. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما روت كتب السيرة عن أم المؤمنين سيدة عائشة، والحديث في مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. سيدنا النبي في سفر من الأسفار قال للصحابة: تقدموا، فتقدموا. فقال لعائشة: أتسابقين يا عائشة؟ فقالت له: نعم يا رسول الله. مسابقة جري ما بين سيدنا النبي والسيدة عائشة. تقول السيدة عائشة: فسابقت النبي فسبقته، هي اللي انتصرت وسبقت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: في مرة ثانية كنت قد سمنت وحملت من اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: تقدموا. ثم قال لي: أتسابقين يا عائشة؟ سيدنا النبي عايز يسأل لنفسه بقى للمرة الأولى. فقالت له: نعم يا رسول الله. تقول عائشة: فسابقته فسبقني. فقال لي عائشة: هذه بتلك، يعني واحدة بإيه؟ واحدة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على الرياضة البدنية وعلى القوة البدنية بالنسبة للإنسان. فالدين ما كان يتعارض أبدا مع القوة البدنية ولا مع القوة الجسدية، ولكن سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على أن يكونوا أقوياء. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، الصحابة كانوا بيحفروا الخندق وسيدنا النبي كان معاهم، كان يشاركهم في كل أمر من أمورهم. فالصحابة اعترضت لهم صخرة شديدة عجزوا عن تفتيتها، فلجأوا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد اعترضتنا صخرة ولا نستطيع أن نفتتها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بمعوله وسمى باسم الله عز وجل وضربها ففتتها. انظروا إلى قوة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وبعدما ذهب الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤدوا فريضة العمرة، المشركين أطلقوا على المسلمين أنهم ضعفاء وأنهم أصابتهم حمى يثرب وحمى المدينة، ولم يستطيعوا أن يقوموا بأعمال العمرة التي تستدعي قوة ونشاط. فسيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم طبع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أدخل رداءه من تحت إبطه الأيمن وكشف عضده وعنقه لكي يرى المشركون قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة المسلمين. فلما فعل النبي ذلك فعل جميع الصحابة ذلك وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت قريش قوة النبي وقوة المسلمين، فدخل في قلوبهم الرعب والخوف من المسلمين. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرض الصحابة على القوة البدنية. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي متماوتا ولا ضعيفا ولا مستكينا، ولكن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يصف النبي صلى الله عليه وسلم ومشية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتصبب على الأرض، يعني كأنه طاير على وش الأرض من سرعة حركة سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس مشيا، لما يمشي كده يسرع جدا في المشي. سيدنا أبو هريرة يقول: حتى أننا كنا نعاني من شدة سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نلحقه، مش عارفين نلهث وراء النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين نلحقه. انظروا إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية والقوة البدنية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض عليها ويحرص عليها. لذلك يا أخواننا سيدنا عمر بن الخطاب
أوصى الصحابة وأوصى المسلمين فقال لهم علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم أن يثبوا على الخيل وثبا. هكذا هو الدين وهكذا هو الإسلام، لا يتعارض أبدا مع الرياضة ولا يتعارض مع القوة البدنية ولا القوة الجسدية، وإنما حث عليها الإسلام وشجعها عليها الإسلام. ربنا يفتح عليك يا شيخ ليثي بامانه، وكلام عظيم جدا جدا جدا، وانا مستمتع بيه الحقيقه، واكيد كل الساده المشاهدين مستمتعين بيه، وحضرتك طبعا معايا يا شيخ عمار عارف. لكن معايا ضيف بصراحه انا عامله مفاجاه بالنسبه لك. انت في الاول ايه علاقتك بالشيخ حاتم؟ حبيبي يعني لا معلش حبيبي دي كلمه عامه، كلمه عامه بس ربنا يعلم هي طالعه من قلبي ازاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ حاتم؟ الله يسلمك يا استاذ عبد الله. كل سنه وحضرتك طيب. طب السلام والسلام وربنا يبارك فيك يا رب. معانا الشيخ ليثي وبصراحه يعني انا مش مصدق نفسي ان انا موجود مع قامه زي حضرتك وزي الشيخ ليثي. الله يبارك فيك، الله يحفظك، كلكم احترام وكلكم ذوق، ربنا ينفع بكم يا رب. تقول ايه في اللحظات اللي انا بصراحه مش مصدق نفسي ان انا موجود فيها، وعايزين نستفيد برضو بخبرتك معانا وبعلمك، وبصراحه الشيخ ليثي ما سابلناش اي حاجه نقولها في الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام انتم بخير وفضيلة الشيخ ليثي بخير. والشيخ ليثي طبعا استاذنا وشيخنا، مش شهادتي فيه مجروحه طبعا، لان لما نتكلم عليه بكلام طيب هيكون مش هنعرف نديله حقه طبعا، لانه هو كان اضافه للمسجد ال40 الفتره اللي هو قضاها في القريه عندنا، وخصوصا ان مسجد ال40 من المساجد اللي هي لها ثقل في كيانها وتاريخها وجمهورها وتراثها العريق يعني. فهو تحمل المسؤوليه فتره كبيره في المسجد، ولا أزكي على الله، هو ممن يحترم عقول الجماهير، ممن يحترمون عقول الجماهير، يحضر درسه، يحضر خطبته، يؤدي أمانته، يحافظ على مسجده، ولا نزكي على الله أحدا. يعني تاريخ المسجد ما شاء الله تبارك الله كان حافلا، يعني منذ أن تولاه مشايخنا الكبار القدامى رحمة الله عليهم. يعني ممن أذكر في حياتي أنا الشيخ عثمان أبي العلا البجاوي، ومن جاء بعده من أمثال الشيخ ماهر البري وغيرهم ممن تولوا لواء المسجد كالشيخ سمير البارودي وغيره، إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ ليثي. فيعني بصراحة لم يكل ولم يمل، وأنا عاهدته وهو يجري هنا وهناك، حتى كان يحافظ على درسه في المساجد التي ينتقل إليها بناء عن تعليمات الأوقاف في المساجد، سواء الدورات أو المحاضرات أو الدروس اللي هي الفرعية التي لم تكن في مسجده يعني. وطبعا كل ربنا سبحانه وتعالى يعني قال ولا يزالون مختلفين، هي أذواق يعني. قد يلاقي الإنسان عناء، قد لا يلاقي عناء، لكن الحمد لله إن هي أمانة، وأفضل أمانة يعني خولها الله للإنسان، وخصوصا أهل العلم من رجال الدين، سواء كانوا من رجال الأوقاف الذين ينسب إليهم بشرف بفضل الله سبحانه وتعالى، أو رجال الأزهر أعانهم الله سبحانه وتعالى، أنهم تحت مظلة قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طبعا يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم في حضرة الشيخ ليثي، فأنا يعني حينما أتكلم في وجوده فهو من مشي الخادم أمام سيده، لكن يعني حاولنا بقدر الإمكان أن نعطيه شيئا من حقه. والفترة اللي هو قعدها في المسجد دي تعتبر فترة أنه كان صاحب المكان وكنا نحن الضيوف عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الدول العربية والإسلامية وعلى مصر قاطبة بالخير واليمن والبركات. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. طبعا الكلام ده كلام كبير ما حدش يقدر يرد عليه غير حد كبير قيمة وقامة. اتفضل يا شيخ ليثي بقى الرد مع حضرتك. سيدنا الشيخ حاتم، أنت سيدنا وتاج راسنا ومن له الفضل علينا، وكنا بنتعلم منك يا سيدنا، ربنا يبارك لك. ودي شهادة من حضرتك أعتز بيها وأفتخر بيها، وربنا يعلم ما في قلبي من ناحيتك من حب وتقدير. الله يبارك فيك وينفع بيك حيثما حللت أو رحلت. وحضرتك يعني نورت المسجد ال40 وسنهرة
وحين كنت في مسجد الأربعين، وإن شاء الله برضو أنت إضافة لمساجد قرية قلقشندة ومن فيها بإذن الله. ونسأل الله أن نكون جميعا عند حسن ظن العباد فينا، وأن نتحمل المسؤولية كما أرادها الله سبحانه وتعالى ورسوله. آمين يا رب العالمين. كل عام وحضرتك طيب يا سيدنا. وانتم بالصحة والسلامة، وانتم بالصحة والسلامة، وربنا يعيد علينا هذه الأيام وعليكم بالخير واليمن والبركات. سعيد بتواصلكم واتصالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيبنا وأن ينشر خيرنا إن وجد بإذن الله. ربنا يرضى عنك يا سيدنا ويرفع قدرك. الله يبارك فيك يا عم الشيخ ليتي، وكل عام وحضرتك بخير، واستاذ عبد الله وضيوفه الأعزاء بخير، وإحنا سعداء إن إحنا شاركناكم بالاتصال، ونسأل الله أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. كل عام أنتم بخير. آمين يا رب العالمين. كل سنة وانت يا شيخ حاتم، وربنا يا رب يجيبك لنا بالسلامة إن شاء الله. آمين يا رب. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك يا رب، الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ويمكن انت برضه يا شيخ عمار من الناس الممارسة للرياضة بشكل قوي، ونجم من نجوم الرياضة وكرة القدم في القليوبية عموما، وكنت بصراحة في دوري مراكز الشباب اللي فات كنت نجم سنهرة الأول وهداف سنهرة الأول في دوري مراكز الشباب. وعلى الرغم من ذلك يا شيخ ليسي بيمتنع عن ممارسة كرة القدم في شهر رمضان تيمنا بالشهر الكريم وعشان يتفرغ للعبادة، وده حاجة بصراحة يا عمار أنا يعني أعجز عن تقييمها. بيبقى في مضمار آخر وإحنا محتاجينه عشان أكيد، ودي حاجة يا عمار تخليني أشكرك قدام الناس واقول لك يا عمار انت على الرغم من صغر سنك ولكن انت قدوه لكل شاب. ربنا يحفظه. على الرغم من صغر سنك بتقول للناس ان شهر رمضان ده شهر للعباده اكثر من اي شيء اخر. نعم. والحقيقه دي حاجه انا احييك عليها واصرارك عليها رغم كل المغريات ورغم كل الناس اللي بتحاول تغريك انك تبقى موجود معاهم وانك تلعب معاهم، لان الدنيا كلها تقريبا يا شيخ ليسي بتلعب كوره في شهر رمضان بشكل كبير، وانا واحد من الناس دي الحقيقه وبعترف بتقصيري قدام الدنيا كلها. كل الناس بتلعب كوره في شهر رمضان. ولكن يا شيخ عمار انت بتمتنع بشكل قوي جدا عن ممارسه كره القدم في شهر رمضان، دي حاجه انا احييك عليها. ولكن هنا سؤال بس هو مش ليك، انا هسال السؤال ده للشيخ ليسي، بس انا مبسوط انك هتحضر السؤال ده. شيخ ليسي، في ناس دايما بتحرض الشباب ان هي ما تشتركش في الدورات المسماه بالدورات الرمضانيه ظنا منهم ان ده ميسر. تمام. علشان الناس المنظمين للدورات دي بياخدوا اشتراكات. تمام. فبيقول لا ده ما ينفعش تشتركوا بالنظام دوت لان ده كده قمار وميسر ومش عارف ايه، فلو هيغيروا نظام الاشتراكات انتوا ممكن تشتركوا، ولكن برضه لما تيجي تبص للمنظمين مش هيقدروا ينظموها من غير ما يلموا لها اشتراكات لانها بتتكلف تكلفه عاليه. تمام. فايه كلام حضرتك او ايه حكم الدين في الموضوع ده؟ طيب احنا طبعا احنا بنتكلم ناس احباب على قلوبنا، وهفتيكم بما أفتي به نفسي. أكيد. وأنا لا أرضى لنفسي أن أقع في الحرام، فكذلك لا أرضى لكم أن تقعوا في الحرام. أكيد. وإحنا مش بنتكلم بمصلحة حد، إحنا بنتكلم في الصح. إحنا بنتكلم بالدليل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد قال لا سبق إلا في نصل الرماية بالسهام أو حافر أو خف. المسابقات التي يجوز التسابق عليها وأخذ العوض عنها أو أخذ الجوائز عليها الحاجات التي تخدم الدين في سبيل الجهاد والحاجات ديت، وقاس عليها العلماء كل الأمور المتعلقة بالدين كالفقه ومسابقات القرآنية ومسابقات الحديث التي تؤدي إلى نفع الإسلام والمسلمين. تمام؟ هذا ما يجب أن نتفق عليه. في علماء قاسوا كل الألعاب الرياضية التي لا تتنافى مع الشرع والتي يكون الإنسان فيها ساترا لعورته ولا يؤذي غيره، يعني في ألعاب محرمة باتفاق هي التي تؤذي الآخرين. ماشي. ولكن احنا قلنا لما سيدنا النبي صرع ركانه لا هو ضر ركانه ولا ركانه ضره. أما المصارعة الحرة، أما الملاكمة، الحاجات اللي فيها تؤدي بإيذاء للإنسان دي حاجات مفروغ منها أنها غير مطلوبة والشرع يرفضها تماما. أما باقي الرياضات التي تؤدي إلى قوة بدنية وقوة لياقة كرة القدم، السباحة، السلة، كرة اليد، كرة المضرب، جميع الألعاب الرياضية التي تؤدي إلى قوة الإنسان شيء جميل جدا. وعلى فكرة بالنسبة للرجال والنساء، ولكن طبعا في حالة النساء بيكون في ضوابط إن ما يكونش في حضرة الرجال ويكون محتشمة ويكون لا تكشف عورتها أمام الناس. أكيد. هذا ما ينبغي أن نتفق عليه. تمام. حتة بقى طب إزاي هنعمل المسابقات دي؟ حتة
كما قال الشيخ سيد سابق والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، حتة ان الناس اللي هتشترك في الدورة ان كل فريق يدفع مقابل مادي، وفي النهاية اللي هيكسب هياخد مقابل مادي من الاموال ديت او ياخد جوائز عينية، ده قال لك من ضمن القمار والميسر، حرام، ما ينفعش ان الفرق كلها تدفع كده واللي يكسب هو اللي ياخد المبلغ ده، او الفريقين الاولانيين الاول والثاني او الثالث ياخدوا المبلغ ده كده من ضمن القمار والميسر باتفاق. تمام. طيب في حاجات تبوح لنا الحاجات دي، انت زي ما انت بتقول يا استاذ عبد الله، الناس دي هتنظم ازاي والناس هتعمل ايه؟ في افكار تانية، يعني مثلا ان مركز الشباب يعتبر الدورة دي من ضمن الانشطة التي تقوم عليها، ما هم مثلا بيعملوا حفلات او بيعملوا كذا وبيصرفوا عليه، ايه المانع ان مركز الشباب يحدد مبلغ معين من الاموال عشان يلم الشباب ديت بدل ما ينشغلوا بامور تانية تضر بيهم وتضر بالمسلمين، ان يحطوا مثلا وليكن 20,000 جنيه مثلا عشان المسابقه دي، ايه المانع؟ معلش بدون قطع كلامك يا شيخ ليسي، وانا كنت واحد من اعضاء مركز الشباب في فتره من الفترات. مركز الشباب مش بيشتغل بمزاجه، مركز الشباب مرتبط بخطه سنويه، تمام، وجدول شهري بيبقى ملتزم بيه، ما يقدرش يختلف عنه، والدورات الرمضانيه مش موجوده من ضمن جدوله الزمني السنوي او الشهري، فما يقدرش يعمل دوره على حساب المركز، ما يقدرش ويتحاسب. يعني هو مركز الشباب لو عمل دوره على حساب المركز، مركز الشباب يتحاسب ويخش في مشاكل. في حلول ثانيه، اتفضل. احنا مثلا ممكن نفتح المجال ماشي للتجار الموجودين في البلد او لرجال الاعمال الموجودين في البلد، واخد بال حضرتك، ونعمل على اساس مثلا الاستاذ عبد الله تبرع للمسابقه ب 1000 جنيه، يبقى الاستاذ عبد الله عنده محل، احنا نعمل دعايه كاعلانات للاستاذ عبد الله على مدار الدوره، تمام، ماشي، تمام، مكتوبا او معلق حوالين الملاعب، او منشور على الفيسبوك او منشور في المركز او بتاع، يبقى دي دعايه للاستاذ عبد الله من خلال ان هو دفع 1000 جنيه، الاستاذ عبد الله يعمل كده، الشيخ عمار يعمل كده، فلان يعمل كده. حصل قبل كده يا سيدنا في قريه نمول جنبنا، تمام، الدوره بتاعت السنه اللي فاتت كانوا بيعملوها تحت رعايه محل مثلا الشيخ زيزو للاجهزه المنزليه، تمام، تحت رعايه يعني مش عارف ايه، شخص يقوم بيها على اساس لو عرف ان دي هتبقى حاجه ترويج له او للمحل بتاعه، هتلاقي ناس تشترك كتير ونفتح المجال ونبعد عن دائره الحرام اللي هندخل نفسنا فيها. اللي بيحصل حاليا والعرف اللي احنا ماشيين عليه بقى لنا مثلا اخر 20 سنه او ال 15 16 سنه اللي انا لعبتهم كوره، اللي بيحصل ان احنا بنلم اشتراكات من مثلا حوالي 16 ل 20 فريق، تمام، والماديات اللي بتتجمع اصلا ما بتكفيش تكلفه الدوره اللي بتتعمل، فبالتالي المسؤولين عن الدوره بيحطوا من جيبهم من هنا، بيجيبوا من هنا، بيحطوا من هنا عشان يعرفوا يجمعوا قيمه الجائزه اللي الكسبان هياخدها. فهل ده في مشكله؟ يعني احنا مش بياخد الفلوس او مش بياخد حاجه، هو احنا بنجمع جايزه بس للي هيكسب المركز الاولاني وخلاص، وممكن كمان الماديات اللي بتتجمع من ال20 فريق ما بتكفيش قيمه الجائزه اللي بتطلع، فبيضطر ان هو يجيبها يعملها على حسابه، سواء مدير المركز، سواء رئيس مجلس الاداره، سواء الاعضاء، سواء اهل الخير او المهتمين بالرياضه عموما. وفي ناس من بره زي ما حضرتك قلت بتتدخل في الموضوع وبتحط جوائز على حسابها من باب الدعايه او من باب الاهتمام بالنشاط. فهل ده في مشكله؟ ما احنا قلنا بقى المشكله ان الفرق هي تدفع واللي يفوز ياخد، يبقى انت كده دخلت نفسك دفع الفرق نفسها، هو ده المحط اللي لان احنا بنتقامر كده، حاطين حاجه بنتقامر عليها، اللي يكسب ياخدها، وهو ده القمار. بس في راي بيقول وده برضو يا ريت حضرتك ما تاخدوش من باب الجدال، اتفضل. لا ولكن مش جدال، لان في راي بيقول ان طالما في جهه ثالثه هي اللي بتنظم وهي اللي بترعى الموضوع، بيقولوا عليها المحلل. المحلل، ايوه بيقولوا عليها المحلل. فدي ما فيش مشكله، لان لازم الجهه المنظمه دي هتلم اشتراكات من باب الجديه، ده راي من ضمن الاراء. قال في ناس قالت بيه اللي هو المحلل، ان احنا نجيب طرف ثالث غير الناس المشتركه عشان يحلل الموضوع، عشان ما يبقاش الناس اللي هي بتلعب بس هم اللي دفعوا. بس ده راي من ضمن الاراء بالظبط. ماشي، فانا عايزين راي زي كده عشان ابوس ايدك يا شيخ لسه بعد اذنك. في ناس ما بتلعبش كوره، اصل الشيخ عمار بيلعب كوره او الكابتن عمار بيلعب كوره طول السنه، فمش هتفرق معاه كتير، يعني لو ما لعبش كوره في رمضان فمش فارق معاه كتير. انما في ناس ما بيلعبش كوره يا سيدنا، في ناس هو ما بيلعبش كوره في رمضان بس بيلعب كوره طول السنه، في ناس ما بتلعبش كوره الا في رمضان، تمام،
الا في رمضان. لما اجي بقى اقول لها في رمضان ما تلعبوش كوره عشان خاطر ده باشتراك وميسر، موضوع صعب جدا. طب ما نلعب من غير جوائز ومن غير بتاع، مش مجرد ان احنا بنلعب وبنقوي البنيه زي ما بنلعب في بقيه السنه. مش هنقدر. طب ما احنا بنلعب بقيه السنه من غير الحاجات دي. المسابقه فقدت مصداقيتها. صدقني المسابقه فقط زي ما حضرتك تقول كده، مثلا احنا عاملين مسابقه للقران، واللي هيكسب مش هياخد حاجه. واللي يكسب مش هياخد حاجه. تمام. تحس ان المسابقه فقدت نوع او شيء من رونقها، اللي هو التحفيز بتاعها. التحفيز بتاعها مش اكتر. خلي الحافز بقى بعيدا عن الحرام. ما تدخلش نفسك في دايره الحرام وتقول لي حلها لي. دي صعبه شويه، خاصه ان في كذا حل وبديل. الموضوع محتاج تنسيق. انت ممكن من 20 واحد اصحاب محلات لو جيت عرضت عليه الامر أكيد. كذا 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 كذا، الناس هتتقبل الموضوع. ايه المانع ان انا مثلا اساهم ب1000 جنيه في الدوره على اساس ان انت تعمل لي دعايه لمحل؟ إيه يعني انا يا شيخ ليس عشان انظم دوره النهارده في سنهيره اقعد الف على المحلات واقول لهم انا عايز تبرعات وعايز اعمل؟ طب ما اللي هيجي يلعب يشترك. طب ما انت كده دخلت نفسك في دايره الحرام. انت مصر تدخل في الجانب. انت بحثت عن الاسهل، ولكن الاسهل ده هيوديك في دايره مظلمه. انت شكل عمار هو اللي قال لحضرتك ايه لا والله يا سيدنا كنا يعني عمار عشان انت مش عايز تلعب كوره في رمضان، عايز الناس كلها ما تلعبش كوره في رمضان. والله يا سيدنا يشهد ربنا علينا، انا كنت بلعب ومش هنكر ده طبعا. لعبت سنين كتير وكسبنا كتير وخدنا مقابل مادي وجوائز، خدنا حاجات كتير جدا. ولكن من سنه او من سنتين فبجد تيقنت اللي هو ايه، خلاص بقى كفايه كده. فاللي هو لازم شهر رمضان لرمضان خاص بالعباده لربنا سبحانه وتعالى. وكمان عشان نبعد عن الحرمانيه والشبهه، سواء بقى حتى لو 9 أعشار العلماء حللوا الموضوع عشان العشر الحرام ده لا فنبعد عنها. ده والله ده رأيي والله أعلم. احنا ما بنقولش ما تلعبش وما بنقولش ما تعملش دورات. انا بقول لك احنا بالعكس، احنا بنحب ان الشباب تنشغل بالامور المفيده اللي هتفيدهم بدنيا وجسديا عن الحاجات التانية. يعني انا عندما الشاب ينشغل باللعب احسن ما ينشغل بحاجه تانية تؤدي بيه الى طريق اكيد تمام اكيد. وبصراحه والله انا مقتنع تمام الاقتناع بان كلامك صح، ولكن هي النفس حضرتك عارف ان النفوس بتبقى ضعيفه شويه. وبصراحه الدورات الرمضانيه اصبحت مظهر من مظاهر رمضان بامانه. يمكن الدورات الرمضانيه لو ما اتعملتش في رمضان يا شيخ عمار ما بنحسش. هتلاقي بالنسبه للشباب يا سيدنا رمضان مثلا هينتهي بصلاه التراويح، صلاه القيام كده، رمضان ناقص، هيناموا مفيش اي حاجه تتعمل. ليه؟ هو الميعاد ده ميعاد مقدس للدوره الرمضانيه. احنا ما قلناش لا اهو، بس احنا قلنا ان الطريقه اللي بتتعمل بيها لازم تتغير بس. طبعا تمام. عشان كده احنا بنناشد كل المسؤولين عن الكوره سواء في سنهيره او في نامول او في كل البلاد اللي حوالينا في مركز طوخ، لو في طريقه يقدروا ينسقوا بيها الدورات تنجينا من الشبهات تمام هيكون افضل بكتير. واحنا مش بنتكلم كده لمصلحه حد. وانا اسف ان انا هزرت شويه في الحلقه في حضره اخويا الصغير الكابتن عمار والشيخ عمار العالم الجليل الشيخ ليسي، لان هو يمكن عشره عمري واخويا الكبير وابويا وزي ابويا الله يرحمه. انا بصراحه بحبك في الله، ربنا يحبك بامانه بحبك في الله جدا جدا جدا. عشان كده حبيت ان انا اكون موجود معاك النهارده انا وحبيبي الكابتن عمار. وبصراحه انا اتشرفت بيك النهارده جدا. انا اتشرفت والله بوجودكم. ويعني انا فرحتي ان انا اهل سنهيره هيشوفوني، بس انا زعلان ان انا مش هشوفهم. يعني هم هيتمكنوا من رؤيتي بس انا مش هتمكن من رؤيتهم. انا لاني نفسي اشوفكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دي ما تكونش اخر مره ان شاء الله. وان شاء الله المره الجايه نعمل حلقه عندنا من سنهيره ان شاء الله. تحت امرك باذن الله. كل سنه حضرتك طيب. تحت امرك. طب يا سيدنا يعني بعد اذن الساده المشاهدين والمتابعين، حضرتك لازم ايه بقى، حضرتك انت اللي تختم الحلقه، سواء بقى بكلمه طيبه او نصيحه للمشاهدين ازاي يستقبلوا رمضان، او بايات من القران الكريم. يعني على حسب بقى بالايات. فحضرتك بقى لازم نختم بقى بوصيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ماشي. اتفضل يا سيدنا. كل عام وحضراتكم جميعا يا رب في اتم صحه وعافيه وراحه البال والسعاده، وربنا يرزقني وإياكم حسن العبادة وحسن العمل وحسن القول، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا يا رب من المرحومين من عتقاء الله عز وجل من النار في شهر رمضان. وربنا يعيد على الأيام على جميع المسلمين يا رب وهم في أتم حال وأحسن حال،
وربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الفتن، ويجعلنا جميعا يا رب من المقربين إليه ومن أوليائه ومن عباده المخلصين، وارزقني وإياكم حسن العبادة، ويعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكل عام وحضراتكم بخير، وربنا يعيد علينا الأيام بخير يا رب العالمين. يا رب العالمين. مشاكل ليك يا أستاذ الله. كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ ليس. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقه ديت، وان شاء الله ربنا يعيدها عليكم الايام بخير باذن الله.